إيران تقرر إغلاق مضيق هرمز. إيه خطورة إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد في العالم؟ وعلى جيبك أنت الشخصي وعلى محفظتك أنت وعلى كل مواطن عربي؟ أنا هقول لك، الوضع ده لو استمر أسبوع بس، خلال أيام قليلة هتلاقي أسعار النفط 500%. أي حاجة مرتبطة بالنفط هتكون أسعارها 500%. وده بشكل بسيط عشان كل نفط الخليج لازم يمر من مضيق هرمز، وعدم مرور النفط يعني ارتفاع في أسعار النفط بشكل كبير جدا. ارتفاع اسعار النفط يعني ارتفاع اسعار الشحن، وارتفاع اسعار الشحن يعني ارتفاع اسعار في كل المنتجات الغذائيه في العالم. هيأثر عليك حتى في السوبر ماركت، هيأثر عليك في الخضار اللي انت راح تشتريه، التليفون بتاعك، هدومك، عربيتك، دي كلها بيتم انتاجها عن طريق المصانع. المصانع دي حرفيا هتتوقف، ولو مش توقفت هترفع في اسعار منتجاتها بشكل مبالغ فيه. ما اقولكش 100%، هيكون 500%. وده اللي هتشوفه خلال ساعات قليله من خلال البورصات العالم. هتشوفوا كل البورصات مديه اللون الاحمر، ده غير اسعار الذهب اللي هيطير في السماء. اقتصاد العالم حرفيا هيتزلزل.